طبعا كان الزبير بن العوام ضحية هذا الانقياد الصبياني، فذهب قربانا من قرابين عائشة بهذا المجال. وقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أثر هذه التربية قائلا: ما زال الزبير منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله. وهذا مذكور أيضا في شرح النهج البلاغة والحميدي والخصال للشيخ الصدوق صفحة 157، والاستيعاب الجزء الثالث صفحة 906، ترجمة عبد الله بن الزبير. وكان عبد الله لا يثبت عند قول ولا فعل، فابتعد عنه المخلصون والتحق به الطالحون، واستمر في غيه حتى تسبب في إحراق وتدمير الكعبة من أجل أهدافه السلطوية. وسار أخوه مصعب بن الزبير على هذا النهج المذكور، وقتل أكثر من 6000 مسلم من أهالي الكوفة. وقال طبعا عن طريق المكر والخديعة، وقال رسول الأعظم صلى الله عليه وآله: المكر والمكيدة في النار. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليهم السلام في المكر، ودخل فيه أعداءهم. فكان الحسن عليه السلام وعبد الله بن الزبير مثال، عفوا الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير مثالان لتربيتين مختلفتين على يد فاطمة عليه السلام وعائشة. وقال أبو جعفر الإسكافي المحتزلي إن معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية أخبار قبيحة على علي تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم في ذلك جعلا، فاختلقوا له ما أرضاه منهم أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير. هذا ذكر في كتاب شرح النهج الجزء الأول صفحة 358. وأصبح هذا الفن من ثقافة أولاد الزبير بن العوام، وحصلوا من أجل ذلك على أموال طائلة. وعرف منهم مصعب الزبيري والزبير بن بكار، اللذان ملأ الكتب بالإشاعات المغرضة والمعادية ضد أهل البيت. ومن هذه المختلقات التي وضعوها زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا ذكر أيضا يعني في كثير من الكتب. ومن المختلقات أيضا زواج عثمان بن عفان من أم كلثوم بنت رسول الله. وهؤلاء يعني هذه الفرية وضعت من قبل الزبير بن بكار على أهل بيت النبوة، وقد حاول المخلصون من المسلمين قتله عدة مرات، ففر منهم إلى بغداد. وأصبح أيضا الغار العوبة بيد القصاصين يخترقون باسمه الروايات في كل صباح ومساء. ومنها أن أبا بكر قال لولده عبد الرحمن: إذا حدث في الناس حدث فأت الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول الله فكن فيه، فإنه سيأتيك رزقك بكرة وعشية. وهذا مذكور في كتاب البداية والنهاية الجزء الثالث صفحة 222. وقد نسي القصاصون أنهم اختلقوا سابقا مجيء أسماء بنت أبي بكر بالطعام للنبي ولأبي بكر في الغار. يعني كيف يأتي رزق من السماء ينزل عليه بكرة وعشية لولده إذا ذهب إلى الغار الذي كان فيه أبي بكر والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهم ذكروا بأن أسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهم بالطعام في ذلك. وهذا مذكور أيضا في مختصر تاريخ دمشق الجزء الثالث صفحة 150. ولم يروي أحد نزول الطعام على النبي في الغار، فهل ينزل الطعام على عبد الرحمن بن أبي بكر في الغار ولا ينزل على رسول الله؟ يعني لاحظ هذا الجعل والوضع والافتراء على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل بالجزء الرابع عشر أخوان الكرام.